يوم الحد الساعة 9 مساء بعد بكرة، الأهلي والوداد النهائي، ماتشين، نهاية المشوار. مش مطلوب من الأهلي ولا كولر ولا اللعيبة أكتر من اللي هم ماشيين بيه. تطور الأهلي من كل مباراة للتانية، ده المطلوب. دراسة كل فريق بيواجه الأهلي بنقاط القوة ونقاط الضعف واستغلالها نقاط الضعف، ده المطلوب. بس لازم كولر يبقى واعي الحاجة، زي ما انت بتدرس الفرق اللي بتلعبها زي ما هما كمان بيدرسوك. واخر ماتشين ليك فيهم عبرة، ماتش انبي وطلائع الجيش، الاتنين كانوا نازلين عارفين انت بتلعب ازاي. حمدي فتحي لا بينزل يطلع على الطرف عشان يفضل مكانه واحد، كل ده بيتحفظ، كل ده بيتذاكر برضه زي ما انت بتذاكر. فالمطلوب منك انت هتعمل ايه. كأهلي وكوداد الاتنين فرقتين كرة أرخم من بعض، لكن فنيا الأهلي أعلى وأعلى بكتير، أعلى بفرق ملحوظ. عندك في نص الملعب، في عدد أهدافك اللي بتكسب بيها، في عدد الأهداف اللي بتدخل مرماك، ما عليك من صن داونز حتى كان ده في دور المجموعات يعني. فأنت كأهلي أنت فنيا أعلى. كبره الكورة، أنا كنت ممكن قبل كده كنت ممكن أعتبر إن الوداد ده أقوى بره الكورة، لكن بعد اللي شفته من الأهلي في ماتش الرجاء هناك في المغرب، لا، معلناش حجة. الأهلي بقى شخصية قوية بره أرضه. الأهلي يمكن ما عملش ماتش يعني اللي هو راح خرب الدنيا، بس لا، الأهلي كان تقيل، الأهلي كان في الدفاع. لو قعدنا من هنا للسنة الجاية في وسط الجمهور ده كله، في وسط الضغط وفي وسط كل حاجة، لا، أنا هطلع من هنا كسبان. أنا عارف أنا عايز إيه من الماتش ده وهاخده، وفعلا ده اللي حصل. حتى كمان الأهلي ضيع انفرادات، ما عليك من الانفرادات اللي ضاعت أو ما عليك من الكور اللي ضاعت، أنا بتكلم على الشخصية. والشخصية دي بالنسبة لي هي الأهم، لأن هي الشخصية ديت أنا لو عندي إمكانيات عالية، أنا لو توترت أو يعني هبطت معنويا أو أي حاجة، أنا خلاص، أنا سلم لي على الإمكانيات، سلم لي على المهارات، ما صباح الفل. خلاص مفيش باص هتتباص صح، مفيش كرة هتطلع لقدام، كله هيبقى لورا. فهي الشخصية في رأيي أنا ده أهم. والشخصية السنة دي بالنسبة للأهلي لأ، ولا وداد ولا غير وداد. فالمطلوب على الورق كده، يعني زي ما بيقولوا 1+1=2، او المعطيات بتقول الكلام على ورق الاهلي يكسب. هجوميا الاهلي يكسب، دفاعيا الاهلي يكسب، نص ملعب احسن نص ملعب في افريقيا. فاضل ايه تاني؟ مفيش حاجة تاني. الشخصية وبره الكرة انت تكسب، ناقصك بس تفضل مكمل على التركيز والتوفيق، مش اكتر. وان شاء الله البطولة بتاعتنا وربنا يكرم الاهلي ان شاء الله.